السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل ورقة اللحمة مع بعض بأبسط طريقة وأسهل طريقة. معانا بطاطس مقطعة شرايح وبصل وفلفل ومعلقتين صلصة وجزر على بسلة وجزر شرايح وطماطماية مبشورة. الخضار اللي انت بتحبيه، لو عندك كوسة عايزة تحطي كوسة حطي، عندك فاصوليا خضراء، اي خضار انت بتحبيه. والبهارات ملح وفلفل اسمر وكمون وكزبرة ناشفة ومعلقة بابريكا ومعلقة بهارات لحمة ومعلقة 7 بهارات. معانا حلة على النار فيها سمنة، هننزل عليها باللحمة نديها تشويحة، تكون الحلة السمنة سخنت يعني في النار. نديها صدمة كده من الجنبين، من الوش ده والوش ده. هنا كانت خدت صدمة من الوش الاولاني، بقلبها على الوش التاني. متنسوش اللايك. هنا خلاص اهيت، كانت خدت الصدمة من الجهة دي ومن الجهة دي، هنشيلها وننزل بالخضار نديله تشويحة في نفس الحلة. نقلب الخضار وننزل عليه ونشوحه في نفس الحلة اللي احنا عملنا فيها اللحمة. وهننزل عليه كمان بالبهارات دلوقتي ياخد معاه تشويحة، ونحط رشة جوز الطيب عشان انا نسيت اصورها. هننزل بالبهارات اهيت ونبشر عليها رشة جوز الطيب تديها طعم حلو، ونقلب في الخضار ونشوحها تشويحة حلوة كده على النار قبل ما نحطها في الطاجن. بتديها طعم حلو قوي التشويحة دي، وبتدي للخضار طعم حلو قوي. هنقلب فيه كويس. بعدين هننزل دلوقتي بمعلقة الصلصة، حطينا الطماطم المبشورة ومعلقة الصلصة تديها لون حلو. وننزل بمعلقة صغيرة سكر عشان يمنع الحموضة بتاعة الطماطم. معلقة صغيرة سكر، مش هتبان طبعا في طعم الخضار ولا هتبان طعمها. ومعلقة صغيرة توم، او لو عندك توم فصوص حطي فص توم، قطعي شرايح وحطي معاه. واللي مش بيحب التوم يستغنى عن المرحلة دي. هنا هنجيب طاجن ونحط ورق فويل، نفرده كده بالطول كده مرة وبالعرض مرة، ونكون مولعين الفرن على اعلى درجة حرارة اول 10 دقايق على الشبكة اللي في النص. وبعد كده نوطي درجة الحرارة ل200 او حاجة او 180، ونخليها تستوي براحتها. ونحط ورق زبدة عشان الورق الفول يعني غلط على الاكل. هننزل عليه بالخضار اللي احنا شوحناه، ونحط فوق اللحمة ديت انا قبل ما احطها حطيت لها شقشاق مية صغير يعني يدوبك معلقتين مية، خدت بس تسوية بسيطة وبعدين حطيتها فوقها عشان ما انها تستوي كويس. وانا مقطعاها شرايح رقيقة عشان برضو تستوي كويس. ونقفلها كويس. ونحطها في الفرن بقى، نقدمها جنب رز معمر، جنب رز بشعرية، اللي يعجبنا. هنا كانت استوت خلاص وطلعت من الفرن. هوريكم بقى البطاطس دايبة ازاي ومستوية ازاي. شوف شكلها لوحدها يأكل لوحدها. في ناس بتحب تاكلها بعيش، حسب بقى الرغبة. كانت سخنة جدا على ايدي طبعا، معرفتش امسكها. بوريكم بالشوكة هي بتقطع بكل سهولة ودايبة ازاي. اللحمة مستوية. يتمنى لو وصلتوا لاخر الفيديو متنسوش اللايك والاشتراك في القناة، فضلا منكم وليس امرا. وشكرا.